في تصرف صغير قد كده، في طبعا تصرفات كتير، بس التصرف ده محدش واخد باله منه مع انه قيمته كبيره قوي في قفل البنت اللي قدامك. التباهي والكلام عن نفسك عن طريق كلام غيرك. زي ايه مثلا؟ زي انا صاحبي جه يتكلم معايا في موضوعه الخاص وقال لي انت اكتر حد بيفهم في اصحابنا، انت اكتر حد عنده خبره، وانت اكتر حد انا شفته البنات بتعجب بيه، فانا عايزه اخد رايك في الموضوع الفلاني. شايفين؟ قال لي دي. طيب انا رقوني في الشركه وخلوني تيم ليدر وقالوا لي انت اكتر حد بتفهم وانت اكتر حد عنده خبره، وانت. او مثلا انا كنت ماشي في مكان فواحد وقفني كده وقال لي هو انت عضلاتك دي حقيقيه ولا انت بتاخد جي اتش؟ او مثلا كنت موجود في مكان وبعدين واحد جه قال لي ايه ده، هو انت ابن فلان الفلاني؟ اه ده انتوا عيله عريقه جدا وانتوا عيله كبيره جدا وانا خدامك يا سيدي وانا مش عارف ايه. حدث بقى ولا حرج. فلانه الفلانيه شافتني النهارده في الشغل لقيتها بتبص لي بصه كده، قمت قرفت قوي قوي. لقيتها واقفه وبتقول لي انت على فكره اكتر حد في الشركه ديت ناضج، وانت اكتر حد كويس، وانت بصوا بقى انا مش هحدثكم عن الموضوع ده. الموضوع ده بيبينك عند البنت انسكيورد جدا، حتى هي ما بتبقاش فاهمه هي قفلت منك ليه. فانت ممكن تكون من بره بالنسبه لها حاجه كويسه جدا وهي رايحه مبسوطه وسعيده ومتفائله، تقعد انت تقول لها الكلام ده مره في اتنين، صدقني هتلاقي رفض ومش هتبقى عارف سببه.